اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أخباركم ايه؟ وحشتوني يا بنات، يا رب يكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة الاستريبس بتاعنا التحفة ده، ومعانا المكرونة. أول مرة أعمل معاكم مكرونة يا جماعة، طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، والطعم تحفة وخرافة. والاستريبس بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده طيب وزي الفل كده، والطبقة بتاعتنا ما شاء الله عليها، ومعمولة بدون بيض. بدون بيض يا ام حنين؟ بدون بيض. كملوا الفيديو للآخر وانتوا هتشوفوا الوصفة وهتشوفوا الطريقة وهتعتمدوها على طول. طريقة سهلة جدا ومش مكلفة، وما شاء الله عليها الطعم وريحة وجمال تحفة يا جماعة. وده استريبس، ده استريبس مش بانيه. وهقول لكم دلوقتي الاستريبس ده احنا بجيبه من ايه، منين؟ من الحته بتتقطع من اهنم حته من الفرخه، تديك الاستريبس كده حته مليانه ومحترمه، والمكرونه بتاعتنا بجمالها وطعمها الروعه يا جماعه. طبق كده ما شاء الله عليه. قلت بقى النهارده نعمله الاكله دي ونصورها لحبايبنا عشان يعرفوا الطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه، وعيالك هيحبوها، وتنفع كمان للعزومات، وتشرفك قدام اي حد. طريقة بسيطة وسهلة والتتبيلة تحفة. يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب ونخش على الفيديو بتاعنا. واللي اول مرة يشوف قناة يوميات ام حنين ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد من يوميات ام حنين يا حبايبي. ويا ريت بس يا ريت يا جماعة اللي يشاهد الفيديو كملوا للآخر، عشان الفيديوهات واقعة والمشاهدات واقعة خالص. يعني احنا تعبنا بيقع في الارض بصراحة. يا ريت بس اللي يكمل الفيديو مش هتخسروا حاجة، 5 دقايق من وقتكم لاختكم ام حنين. تكملوا الفيديو للاخر علشان خاطر الفيديوهات والمشاهدات وقع جامد والله يا جماعة. يلا نصلي على النبي وتعالوا نخش على الوصفة بتاعتنا. معانا معلقة توم كبيرة، معانا فلفلاية خضراء او فلفلتين خضرة حسب ما انت عايزة، معانا معلقة سمنة وشوية زيت. هننزله بالسمنة والزيت لحد ما يسيحوا، وهنروح ننزل بمعلقة الثوم بتاعتنا وهنحمروها زي ما انتوا شايفين كده تحميرة حلوة لونها ذهبي. وهننزلوا فيها بمرقة دجاج مكعب مرقة، وهنقطعه الفلفل الأخضر زي ما انتوا شايفين. وهنزل بصلصة الطماطم بتاعتي. صلصة الطماطم دي يا جماعة أنا اللي مخزناها في البيت عندي. أنا بجيب الطماطم وبعملها زي ما انتوا شايفين كده، القوام بتاعها جميل جدا بدون اي اضافات حطها على الطماطم، مفيش اي حاجه حطها على الطماطم. مطلعاه معايا الصلصه الرهيبه دي، تقيله وحمرا زي ما انتوا شايفينها، وما بحطش عليها اي اضافات. وان شاء الله قريب هعمل لكم فيديو اقول لكم تشيلوا تعصجوا الصلصه الطماطم ازاي وتشيلوها في الفريزر وتستنى عندكم من السنه للسنه بابسط الطريقه. دي بقى الصلصه بتاعتنا، ودي المكرونه بتاعتنا يا جماعه. دي مكرونه من اللي بتتباع بالكيلو، دي مش اكياس، دي مكرونه بتتباع بالكيلو. تمام. انا لقيت الصلصه بتاعتي هتبقى كتير على المكرونه فشلت منها طبق. قلت لو احتجته هبقى اضيف، وما احتجتهوش هبقى اشيله لاي اكله لاي طبخه تانية هتتحط عليه. ماشي يا حبايبي. الحاجه يا جماعه بتيجي دلوقتي بالصعب، والحاجه غاليه جدا فلازم نحافظوا عليها. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وحطينا المكرونه وقلبناها. بصوا يا جماعه احنا ما بنحبوش المكرونه ما بنحبوش المكرونة تكون حمرا قوي، تكون صلصتها كتير. لا احنا بنحبوها تبقى معقولة متوسطة، لا هي صلصة جامدة ولا بيضة. ده بقى القطع الفراخ يا حبايبي. الاستريبس ديت بقى بتاكليها كده ما شاء الله عليها، بتبقى مليانة لحم ومش ناشفة وطرية، بتبقى زي الفل. ديت لما تروحي عند بتاع الفراخ قولوا له عايزة الموزة اللي بتبقى في الصدر. ماشي يا حبايبي. ديت الموزة اللي بتبقى في الصدر بتاع الفرخة، هما بتوع الفراخ عارفينها، ديت احسن حتة تنفع للستريبس. تعال نحط بقى التوابل بتاعتنا. هنحطه ملح وفلفل وكاري وسبع بهارات وبصل بودر وتوم بودر وبابريكيا وشوية زعتر مطحونين يا جماعة، وشوية قرفة، حاجات بسيطة كده من القرفة. تمام. شوية بابريكيا. وهنحط التوابل بتاعتنا دي كلها على الخلط على الفراخ بتاعتنا. ديت زعتر يا جماعة مطحون. الزعتر ده شيء أساسي، بيخلي ريحة الفراخ في حتة تانية خالص، بيخلي ريحتها تحفة ما شاء الله. ماشي يا حبايبي. يبقى نقول التوابل بتاعتنا تاني: ملح وفلفل، 7 بهارات، بابريكا،
وشوية قرفة وشوية زعتر، شوية بابريكيو. عندك برضو حبهان مطحون حطي، بصل بودر وايه وتوم بودر. وهنقلبه كده التوابل بتاعتنا كده، نشربوا الفراخ بتاعتنا من التوابل زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هنجيبوا ايه بقى؟ دي التركايه ديت يا حبايبي، كوبايه لبن كانت في التلاجة، كانت عندي حوالي 3 معالق من الدقيق وحوالي معلقتين من النشا. بس انا عشان انا ايديا معياري، فانا فاهمه ايه اللي انا بحطه. انما اللي بتعمل واول مره تعمله زي ما قلت لكم كده، 3 معالق من الدقيق ومعلقتين من النشا على نص كوبايه من اللبن. تمام. وادي التتبيله بتاعتنا التحفه الروعه للاستريبس يا جماعه. هنسيبها قيمه نص ساعه كده، سبتها قيمه نص ساعه. هجيب بقى معايا شويه دقيق، وهجيب شوية فيجيتار. ده يا جماعة بقسماط ناعم أنا بطحنه عندي، وبجيب اللي هو ريتش باك وبطحن. اما بيكون عندي عيش طويل او بقسماط مش بيتاكل بطحنه وبقلبه على البقسماط الريتش باك، وبحطهم كده في البرطمان واخد استخدم منه. دي بقى التوابل اللي هنحطوها على ايه، على الفيجيتار بتاعنا. شوية فلفل وشوية بابريكيو وشوية توابل اللي هي البهارات، اللي هي السبع بهارات يا جماعة، او ال11 بهار. تمام. وهننزلوا بقى نقلبه فيهم كده تقليب ايه، كله على بعضه كده، كله هيتقلب في بعضه كده. تمام. ولو انت حباها سبايسي هتحط لها شوية شطة، مش حباها سبايسي خلاص. فانا حطيت لها حاجات بسيطة زي ما انتوا شايفين كده تديها طعم حلو. ماشي يا جماعة، يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا حبايبي. وقولوا لي ايه رأيكم بقى. بصوا احنا قلبنا كله في بعضه بقى. هنجيبوا شوكة كده وهناخده من التوابل بتاعتنا الاستريبس بتاعنا، والزيت على النار انا موطيه عليه. انا مش عايزاه سخن يا جماعه، انا عايزاه يبقى متوطي عليه، مش عايزاه حامي. وهحط كده بقى، اعمل في الفيجيتار والدقيق، وهحط كده بقى في الزيت بتاعنا وانا موطيه عليه جامد، علشان خاطر الاستريبس زي ما انتوا شايفين لازم يستوي كويس ويطيب كويس ويبقى معاكي زي الزبده من غير ما يتحرق ولا يجرى له حاجه. ماشي يا حبايبي. بس كده هاخد بقى الاستريبس كده من الخلطة بتاعتي وهحطها زي ما انتوا شايفين كده في الزيت، وهوطي عليها وتاخد وتدي مع بعضها كده، تديني اللون الدهبي وفي نفس الوقت تبقى مستوية وفي نفس الوقت ما تتحرقش بقى. بس كده يا جماعة، ودي خلصنا بقى الاستريبس بتاعنا والمكرونة بتاعتنا والوجبة بتاعتنا السهلة البسيطة، ومكوناتها بسيطة ومفيدة جدا. يعني احنا التتبيلة اللي احنا عملناها للاستريبس كلها مفيدة. ماشي يا حبايب قلبي. والضين بيض، انا ما حطيتش بيض لان انا عيالي ما بيحبوش البيض، فبحط البيض للبنين كده ما بيتاكلش وبيفضل مركون وبيترمى، فخسارة يا جماعة. انما انا الحمد لله الحمد لله، الطريقة بتاعتي والخطوة بتاعتي اللي انا بعملها دي بتغنينا عن البيض خالص. وزي ما انتوا شايفين ادي الطبقة اللي البيض بيعملها بالفيجيتار وكده، انا عملتها بدون بيض لان انا وعيالي يعني ما بنحبوش الحاجه اللي فيها البيض. ودي طريقه جديده وسهله وبسيطه جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي اللايك الجميل من ايديكم. ولو عجبكم الفيديو والطريقه بتاعتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد من يوميات ام حنين يا حبايبي. ويا رب يكون الفيديوهات انتوا بتستفادوا منها، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم وتكونوا فعلا استفدتوا من الطريقة بتاعتي. طبق سهل وخفيف وبسيط. ويعني بصوا انا ما اقولكمش ريحة الاكل كانت طالعة، ريحتها تحفة يا جماعة. التتبيلة سهلة، طريقة المكرونة بتاعتي دي تحفة وسهلة، تنفع للعزومة، تنفع للغدا، تنفع للعشاء. بصوا حاجة كده ما شاء الله. وزي ما انتوا شايفين انا قلت لكم مش بنحب صلصتها كتير، بنحبها تبقى معقولة علشان خاطر ما تتعبناش او معدتنا وكده، تبقى خفيفة برضو. ويا رب يكون الفيديو عجبك يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.